عملت حلقه بناء على طلب وجاملتها بربع اجر، مش محتاجاه اصلا، هي اللي جايه لغايه عندي. سرب محادثات بتتكلم فيها على ريهام سعيد كانت سبب الخلاف بينهم من الاول، وبسببها ريهام سعيد قالت ريم البارودي ماتت بالنسبه لي. تفاصيل حصول ريم البارودي على حكم بالحبس سنه لصحفي. اتصدرت اسم الفنانه ريم البارودي محركات بحث جوجل وسوشيال ميديا بعد حصولها على حكم بتأييد حبس متهم لمده سنه انتهك خصوصيتها، وسرب محادثات خاصه بيها ادت لعده ازمات في حياتها. حضر المحامي ياسر قنطوش لمحكمة جنح مستأنف المقطم دفاعا عن الفنانة ريم البارودي في جلسة محاكمة المتهم اللي تم توجيه ليه تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للفنانة. احتفلت ريم بصدور قرار محكمة الاستئناف وكتبت على انستجرام: ألف حمد وشكر يا رب، يا من انت كريم وعظيم وعادل يا رب، أشكر قضاء مصر العادل. بتعتبر الواقعة دي كانت السبب في الأزمة ما بين ريم البارودي وريهام سعيد من البداية. تفاصيلها ان المتهم بتسريب الرسالة هو صحفي كان شغال مع ريهام سعيد. اتكلمت معاه ريم البارودي في وقت كانت الدنيا فيها مش احسن حاجه ما بين الاتنين. اتقال ان ريهام كانت زعلانه بسبب شغل ريم مع الفنانه زينه وتطور علاقتها بيها في الوقت اللي ريم عارفه مدى العداوه بين ريهام وزينه. قالت ريم البارودي في حلقه الصلح بينها وبين ريهام سعيد ان الخلاف اللي ما بينها وبين ريهام سعيد ابتدى ان في شخص ما ادعى انها قالت له في التليفون ليه بتنشر حاجات كويسه عن ريهام، وان بدايه الخلاف ان حد من الفانز عند ريهام سعيد علق لها على بوست نشرته بيسالها على ريم البارودي، فقالت له ريم البارودي بالنسبه لي ماتت. وبتكمل ريم وبتقول راح بابا الله يرحمه مكلمني وقال لي ليه ريهام بتقول عليكي كده، وانا وقتها كنت في مرحله مش متوتره، لا مجنونه، بجري في الكوريدور بتاع قناه النهار واول مره اظهر مذيعه. وقتها بعت الشخص اللي عمل الفتنه بيني وبين ريهام فراح مخرجني من الموضوع وقال لي اصلها غيرانه منك علشان مضيتي المسلسل الجديد مع زينه مع اني بشتغل معاها على طول. ردت ريهام سعيد على الكلام ده وقالت اللي حصل ان الشخص اللي وقع ما بيننا ده كلمني قال ان ريم بتعاتبه انه عامل لي ستوري بيقول لي كل سنه وانت طيبه، فرد عليها وقال انا اكلمها زي ما انا عايز، ما انت بتكلمي زينه وانا مش بكلمها. فردت ريم وقالت له انت بتقارن مين بمين. واستمر الخلاف ما بينهم لاكتر من 3 سنين ووصل لساحات المحاكم والتلقيح بالكلام والهجوم المستمر من الطرفين لحد وفاه والد ريم البارودي. بعدها ريهام سعيد راحت تعزيها واعتبروا ان دي نهايه الخلاف، خاصه ان ريهام طلبت من ريم بعدها حلقه بعنوان عوده الصداقه اتكلموا فيها عن الخلافات ما بينهم ازاي بدات وازاي حلوها. لكن بعدها الدنيا اتقلبت تاني وريم رفضت انها تتعامل مع ريهام سعيد وهجمتها وقالت انها كانت عايزاها علشان الترند. وردا على سؤال ليه قبلتي الاستضافه في برنامج شيخ الحاره، قالت ريم انا عملت الحلقه بناء على طلبها وجملتها بربع اجري وفتحت الفريق التصوير بيتي من الساعه 11 بالليل وهي وصلت الساعه 1 صباحا وخلصوا الساعه 11 صباحا، وقبلت اصور علشان مدت ايديها وعزتني وقلت في انسانيه وانا غلطانه اني سمحت. وقالت انها غدرت بيها وصدرتها كانها بتتاجر بموت ابوها. وكملت وقالت طالعه بعيط وموسيقى خلف الاسوار ورايا، واصرت انها تصور لعرض الحلقه في رمضان، لكني اصريت على الرفض لاني كنت رايحه العمره ولما رجعت كنت مرهقه وصورت علشان خاطرها. وقالت ان ريهام كانت بتقوم محامين من جيبها للشخص اللي سرب المحادثات ما بينهم، وانه اصلا كان صحفي بيشتغل معاها واستخدمته شاهد في قضيه ضدها، ولحد دلوقتي القضايا ما بينهم مستمره.